سقطت كرة قدم تخص فتاة صغيرة بالخطأ داخل أحد البيوت، فطرقت الفتاة الباب، فخرجت إليها سيدة فقالت الفتاة: أعتذر على الإزعاج، لقد وقعت كرتي في بيتكم، هل يمكن أن تعيديها لي من فضلك؟ ابتسمت السيدة وقالت: لا تقلقي. ثم دخلت وأحضرت الكرة وأعطتها للفتاة، فسألت الفتاة: هل هذا ابنك؟ فقالت السيدة: نعم إنه ابني. فقالت الفتاة: هل يمكنني اللعب معه؟ فأجابت السيدة: كثير من الأطفال لا يرغبون في اللعب معه بسبب حالته. فقالت الفتاة: هذا لا يهمني، فنحن جميعا متساوون. فقالت الأم: أنا سعيدة جدا لأن ابني وجد صديقة مثلك. ثم أخذتها إلى داخل البيت وقالت: ابني لا يستطيع الكلام ولا المشي، لكنه يستطيع أن يسمعك. فقالت الفتاة: سآتي إلى هنا كل يوم لألعب معه، وسنصبح صديقين مقربين. وفي اليوم التالي عادت الفتاة وأخذت الصبي معها في نزهة قصيرة، وكان الصبي في غاية السعادة. وعند عودتها قالت للأم: سأعود غدا، فقد ابتسم ابنك لأول مرة اليوم. ففرحت الأم كثيرا بهذا الخبر. لكن في اليوم التالي حين جاءت الفتاة من جديد علمت أن صديقها قد فارق الحياة، فانفجرت بالبكاء، واحتضنتها أم الصبي قائلة: شكرا لك، لقد جعلت أيامه الأخيرة مليئة بالفرح. ثم أضافت: إن اللطف والمحبة للآخرين هما ما يجعلنا بشرا عظماء بحق، وإن كنت تؤمن باللطف فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.